في فجر يوم مشهود انشق ضوضاء عن السماء، فاهتزت أرض الكمد بنبض الجند، وترددت خطى الأسود البشرية خلف راية الملك حامي البلاد تحتمس الثالث، سيد الجيوش وباعث الرهبة في قلوب أعداء مصر. وقف الملك على سهل طيبة مكللا بالتاج الأزرق يتأمل الأفق البعيد، حيث تتجمع غيوم الفتنة في مدينة تدعى مجدو، حيث تمرد أمراؤها ونكثوا عهد الولاء، فحمل قسمه في صدره وأقسم قائلا: والآله الحق، لن تعود قدماي إلى المعبد حتى تطأ رقاب الخونة وترفع رايات الكمة على أسوار مجدو. زحف الجيش العظيم شمالا في 3 طرق تؤدي إلى مجدو، فاختار الملك الطريق الأضيق والأخطر الذي لم يتوقعه الأعداء، فتعجب القادة وقال أحدهم: يا ابن رع، هذا الطريق يضيق بالدواب والعجلات، نخشى عليك. فقال الملك بحكمة وقوة: من لا يخاطر لا يملك النصر، والجبن باب الخسران. نأتي من حيث لا ينتظرون، فتكون المفاجأة سلاحنا. وسار بهم وسط الجبال والشقوق حتى فاجأ العدو في وقت السكون، فهرب الأمراء وتركوا خيامهم الذهبية، فدخلها جند مصر ورفعوا الرايات على الأبراج. لكن الملك الرحيم العادل أمر جنوده بعدم إيذاء النساء أو الشيوخ أو من ألقى سلاحه، وقال: لسنا قوما نبطش، بل نحن قوم نحمل الحق ونسعى للعدل، لا نغدر ولنهب ولا نعتدي. وبعد 7 أشهر من الحصار خضعت مجدو، وركع الأمراء أمام عرش مصر يقبلون التراب ويطلبون الصفح. فكتب الكاتب الملكي في البردية: عاد تحتمس إلى الكم والناس تهتف باسمه، فهو الذي خطط وقاد وعفى، وكان النصر له وحده.